عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله باش نعمل مع بعضنا وصفة بنينة برشا، وهكا نتصور مشتية دو طون طون اللي هي عين اسبانيولية، ومش هكاكا وحدها باش نعملها لكم معاها روز يجيكم فارق كعبة كعبة. اليوم باش نعمله ب500 جرام طبق كامل من اللحم للروز، وحاسيلو باش نعطيكم الاسرار الكل باش تجيكم عين اسبانيولية مزيانة مرتوبة، وهكا تكون مقصوصة جويدة، والاسرار الكل باش كيكا تنشحلكم من اول مرة. وكيف كيف بالنسبة للروز باش يجيكم بنين برشا وفارق. دونك بشوفوا معايا روسة اليوم، تابعوني لاخر الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة اذا كان اول مرة تتفرجوا فيا، مرحبا بكم. وطبعا من غير ما نطول عليكم باش نمشيو نحضروا عين اسبانيولية. اول حاجه باش نبداو بها، باش ناخذ 5 كعبات عظم باش نحط نصمتهم في الماء. ماذا بينا يكون العظم هكا كبير الحجم باش هيك الكعبه العين الاسبانيوليه تجينا مزيانه. نعبيهم بالماء ونهزوهم ونخليهم يغليو لين يطيبوا لمدة 10 دقائق. نجيو المكونات متاع عين اسبانيولية. هنا عندنا 500 جرام اللحم مفروم، اللحم بقري فيه شحم شوية بركة شحمة. هنا عندي كمشة صغيرة من معدنوس، غسلته وقاسيته جويد بالطريقة هذه. وهنا عندي بالنسبة للفاحات مغرفة، شطر مغرفة كبيرة من كل حاجة، مغرفة صغيرة من ملح فلكحل، وشطر مغرفة كبيرة تبلو كروية، وشطر مغرفة من الفلفل الأحمر يكون ماهوش حار برشا. وهنا بالنسبة للهريسة العربي خذيت مغرفة كبيرة، إذا كان ما تحبوهاش حمرا برشا تنجموا تعملوا شطر مغرفة. عنا زيت زيتونة، وزيدا كيف كيف بالنسبة لزيت زيتونة ماذا بينا ما يكونش مخلطة. أنا عندي الماء باش نخلط به الهريسة، تنوريكم بعد كيفاش. هذايا شوية نعناع شايح نخليه هكاكا ورق وتنقلكم بعد كيفاش في خرج بنته. وهنا عنا 4 سنون ثوم رحيتهم جويدين هكاكا على الاخر. نمشي طريقة التحضير، نصبوا اللفاحات الكل متاعنا فوق اللحم، من بعد باش نصب المعدنوس متاعي الثوم، وباش نكمل نصب عليهم زيت الزيتونة. أنا بالنسبة للنعناع متاعنا ماذا بينا ديما النعناع كي نخبيوه كيما هكاكا ورق، واحنا من بعد نهار اللي حاجتنا بيه نرحيوه هكاكا تحتوه، نقولوا احنا تحت يدينا باش هكاكا يسيب بنته اكثر وقت اللي احنا باش نستعملوه. من بعد صبيت المعدنوس والثوم والمكونات الكل، وطبيكا مقعد لي كان باش نكمل الزيت ونمشي نحضروا مع بعضنا الهريسه. باش نعطيكم طريقه باش كيك الهريسه من بعد ما تجيكمش في العين اسبانيوليه بارتي فيها هريسه وبارتي ما فيهاش. دونك ناخذوا الكميه نتاعنا نتاع الهريسه ونزيدوها شويه ماء ونخلطوها بالطريقه هذيا لينك الماء هذاك الكل يذوب بالطريقه هذه. فوالا، يعني الماء هذاك كله يتخلط مع الهريسه. نمشيو نكملوا نصبوه فوق الحشو نتاعنا الكل، وهكا نكونوا سي كملنا. توا مقعد لي كان باش نخلط هذوما الكل. راهو السر الوحيد اللي هو باش تجيك عين اسبانيوليه ملمومه وهكا تجيك من بعد ما تتفترتش، راهو يلزمك تعجنوها مليح مليح. تعجنوها كأنكم تعجنوا في خبز، يعني هكا تبداو تخدموا فيها. بالنسبه لي انا خدمتها لمده 15 دقيقه، نخدم ونرتاح لين هكايا ولات لي طريه على الاخر. اذا كانت تستحق شويه حسيتوا العجينه شايحه نتاع اللحم، زيدوها شويه بركه ماء، متعوموهاش حكايه مغرفتين هكاك 3 مغارف، واعجنوها مليح مليح. تنتم بيتكم تتراو اللي فما فرق ما بين من الاول ومن بعد، هذاك اللي باش يخلي من بعد الكعبه العين اسبانيوليه تجيكم مرتوبه. دونك هني سي انا كملت باش نتعداو نحضروا الحلين نتاع اللحم نتاعنا. باش نستعينوا طبيكا بورق الزبده اللي هو بابي كويسون، هو اللي باش يعاوننا باش نلوليو العين اسبانيوليه وباش يخليها تجي مرطوبه. دونك باش نحط الكميه كلها فوق ورق الزبده وباش نبدا نحل فيها. ماذا بينا ديما ناخذ الكونتيتي كلها ونحلوها هكايا، نحاولوا نحلوها في شكل مربع. من بعد نعطيكم كيفاش باش تعملوا. كان عندكم قلقال تنوريكم كيفاش بتعملوا. تاخذوا بابي كويسون اخر وتحطوه فوق اللحم نتاعنا ونحلوه بالقلقال. وذي كان مش متوفر عندكم تنجموا تحلوها بيديكم، حاولوا حلوها مستويه لو ماكسيموم باش من بعد تجيكم مرتوبه. وبالطبيعه كي حلوها من الجهات الكل قد باش هكاك من بعد ما تجيكمش بارتي اعلى من بارتي كي تقصوها. هنا كما ليتو انا حليتها وتوا دورتها من الشيره الاخرى باش نزيد نحلها مليح. نحاولوا نحلوها ما تكونش ياسر خشينه العجينه باش من بعد نجموا نروليوها مع العظم. دونك انا صاي هنا باش نحي البابي كويسون تاعي، شوفوا كيفاش تجي كلها قد ومرتوبه على الاخر.
باش ناخذ سكينه ونقصك الاحراف الزايده هذيك الكل من الجناب. انا نحب عين اسبانيوليه تجيني كلها كيف كيف يعني نفس المنظر، دونك باش نقص الاحراف الكل وكيكا يخرج لي مستطيل نظيف ويكون نات، باش هكاك من بعد كي نحط العظمه نتاعي ونروليوها تجينا من الجناب كلها كيما من الاول كيما من الاخر. وبالطبيعه اللحم مفروم هذاك مانيش باش نلوحوه، هو اللي باش نطيبوا بيه ونفوحوا بيه الروز نتاعنا. تنوريكم كيفاش نحاولوا نسويو الاحراف هذوما الكل من الجناب الكل، والكونتيتي هذه متاع اللحم نخليوها على جنب في صحفه باش نقدو بها من بعد الروز. دونك هذايا بالنسبه للمستطيل نتاعنا نحطوه على جنب، ونجيبوا العظم نتاعنا من بعد ما طاب وهنا قشرته. حاولوا كي تقشروه ما تفتفتوهوش باش كي تبدا المنظر نتاع العظمه مستوي بالكدا. هذه استيوس اخرى باش تجيكم عين اسبانيوليه مستويه. كل عظمه قصوها من الجناب الزوز كيما هكايا، او نحاول نقرب لكم باش تفهموني. ما تقصوش كميه كبيره، جوست قصوا هكا الاطراف باش من بعد كي نلصقوا العظمات لبعضهم يجيبنا لاصقين في بعضهم وما يجيش فما فراغات. بالطبيعه العظم هذاك ناكلوه راه ما نلوحوهوش. دونك نحطوا هكا رصفوا الكعبات العظم نتاعنا كيما ريتو. علاش قلت لكم راهو قصوا الاحراف باش هكاكا يلصقوا في بعضهم كي نحطوهم بالطريقه هذيا. وكهو طبيعة ما قعد لي كان باش الرولي اللحم نتاعي نهزوه كيما هكا ونرجعه على العظم، ونحاولوا ديما نكبسوا ونخرجوا الهواء باش كيكا ما تديش فما فراغات من داخل، ونبداو هكا ديما نسويو ونروليو حتى لي نكملوا نوصلوا للاخر. فوالا كيما تراو ليتوها سهله برشا، جوست تبعوا لي زيتاب الكل وتجيكم بقدرة ربي عين اسبانيوليه ناجحه وبنينه برشا. دونك انا هنا سايين بعد ما كملت روليتها كيما تراو ما شاء الله قداش مرتوبه. اكل الاحراف اللي منا ومنا كيف كيف زاده باش نقصهم ونكمل نزيدهم للحم نتاع الروز، ونحاول كي نسكر الجناب مليح مليح. ان هنا الورقه هذه نتاع اللي حليت بها البابي كويسون باش نبدلها في بابي كويسون اخرى هكيك تبدا نظيفه. دونك جبت ورقه اخرى نتاع ورق الزبده باش نهز اكل البودا نتاعي نتاع عين اسبانيوليه نصبوه غاديكا، وتوا باش نروليها الكل مع بعضها هكاكا. ونحاولوا ديما نكبسوا الا جناب الكل. اكد عليكم باش انكم تكبسوا ما يلزمش تبدا فما الهواء، وكاين فما هواء هكايا قاعد محصور ناخذوا كوردون وننقبوا اكل الهواء ذاك نحاولوا نخرجوه، هذاك ما يلزموش يقعد باش من بعد تجينا الكعبه مرتوبه ونظيفه. فوالا وبالطبيعه نكبسوها هكا نسكروها نحكموا اغلق عليها من الجناب الزوز. وتويكا اخر ايتاب باش نجيب بابي الومنيوم نحطوا البودا نتاعنا نتاع الاسبانيوليه في البابي الومنيوم، ونعملوا نفس العمليه اللي عملناها بالبابي كويسون، ندوروها هكايا ونسكروها مليح مليح من الجناب هذوكم الاثنين. وكي ننزلوا بينا نرصها هكا في الاحراف باش هكاكا تتلم لنا البودا نتاعنا. وهكا نكونوا سيي كملناها كيما ريتوا. هاكا حاولت نعطيكم لي زاسيوس الكل ونوضح لكم لو ماكسيموم باش تفهموني. نجيبوا تويكا طبق اللي يدخل الفور، نحطوا العين اسبانيوليه ونصبوا عليها كيس ماء ونسخنوا الفور نتاعنا على 200 درجه، نحطوها تيب لمده ساعه كامله. نتعدى تويكا بالنسبه للروز. مكونات هنا عندي روز بسمتي تعملوا الكميه اللي انتم تحبوها. انا هنا عملت 250 غرام. ماذا بينا الروز نغسلوه مليح مليح لين الماء نتاعو يصفى ونخليوه يستقطر ويشيح، يعني خليوه يستقطر هو بطبيعته تولي كعبه كعبه. هذه بالنسبه للحم اللي قبيله خليناه دو كوتي من عين اسبانيوليه باش نفوحوا به الروز نتاعنا، هذاك يعطيها بنا. وهذا بالنسبه للفاحات عندي شويه تبلو كرويه، فلفل كحل، ملح، نعناع شايح، وفلفل احمر، ومغرفه صغيره كركم. نجيو بالنسبه لبقيه المكونات. هنا عندي اللوز هذا باش نحمره من بعد، لوز شرائح هذه الفاكهه تنجموا تحطوها، تنجموا تحطوا بندق، فستق، نوا اللي تحبوا نتوما. انا نحبها ياسر باللوز شرائح. هنا عندي بصله حمراء قصيتها جويده. هذه كيف كيف بالنسبه للثوم 3 سنون ثوم رحيتهم، وبالطبيعه زيت زيتونه. في المقله نتاعنا نصبوا كميه الزيت كما لاحظتوا، راني ما نحطش كميه كبيره نتاع الزيت باش ما تجينيش الماكله ياسر مزيته. نصبوا الكميه نتاع البصل نتاعنا هذوما كل توا نقليوهم اللي ندوب ما يذبل هكا البصل نتاعنا شويه بركه، ما نحاولوا ما نحرقوهوش. وقت باش نزيد اللحم والثوم. هنا الثوم ماذا بينا ديما يتقلى شويه مع البصل، راهو يسيب بنته اكثر من انكم تحطوه من بعد. ومن بعد نكمل نزيد اللحم نتاعي وتويكا باش نبدا نقلي فيهم. واللحم ماذا بينا نفتشتوه هكايا باش هكاكا ما يجينيش كعابر كبار من بعد في وسط الروز. ما نحكي لكم على الريحه البنينه وين نقلي فيه اللي خارجه.
بالحق يعني فريمون ما نسحقوش كميه كبيره باش نفوحوا الطنجره متاعنا. كيما ريتوا هكا بشويه لحم استحايلنا عملنا الروز وعملنا به العين اسبانيوريه تبارك الله. وكيكا حاجه جينا هيك منها اقتصاديه مزيانه، وخاصه هكا تبارك الله متاع عائله كامله. دونك كيما ريتوا قليت اللحم نتاعي هكا فتفتو. توا نزيد عليه كميه الروز الكلها. كيما لاحظتوا الروز كي خليته يستقطر مليح هكا تنحى منه الماء كومبليتمون. وذوما كل نقليهم شويه مع اللفاحات الكلهم. نخليو الروز يتشبع بك اللفاحات هذيك الكلها باش من بعد يجينا بنين برشا. دونك نقعد هكاك نقلب فيه، وكيما لاحظتوا راني ما حطيتش كميه كبيره نتاع زيت. دونك هنا سايم بعد ما كملت هكا حمرته شويه مع كل لحم وكل لفاحات وسيب بنته باش نزيدو 1.5 كيلو ماء على كيلو روز. يعني احنا حطينا صحفه روز نحطوا عليها هي قدها هي وشطر ماء. راهو الروز البسمتي ما يحبش برشا الماء. دونك نصبوا الماء متاعنا هكاكا ونخلطوها مليح باش هكاكا اللفاحات الكل تتخلط مع الماء والروز. وكهو طويكا مقعد كي باش نخليها تيب سله سله. راهو الروز يلزمو يتيب سله سله وخاصه مغطي. خليهم يتيبوا تويكا. بعد ما تعديت 15 دقيقه وطاب الروز نتاعي ما نحركوهوش وما نعريوش عليه الطنجره الا من روا الماء نشح كومبليتمون. شوفوا تبارك الله كي ينشف الماء شوفوا كيفاش يجينا فارك كعبه كعبه. راهو هنا مازال سخون برشا. دونك باش نخلطوا هكايا باش اللحم اللي قاعد من فوق يتخلط مع الروز. ما نخلطوهوش برشا دوب ما هكا اللحم يدخل مع الروز وكهو. وكيما تراو تبارك الله يجيكم روز بنين وفاوح وخاصه فارك كعبه كعبه. السوس الثانيه باش الروز يجي يقعد لكم فارك كعبه كعبه من بعد ما يتيب خليوه متغطي اللين يشرب شويه قبل ما تقدموه. دونك نخليه تويك مغطي ونرجعوا للعين اسبانيوريه متاعنا هنا قريب التيب. دونك باش نعمل انا باش نحل عليها الفور وباش نقلبها من الجهه الاخرى باش هكاك التيب من جهتين. وتويكا بعد ما تعديت ساعة كاملة سي عين اسبانيورية طابت. وكيما ليتو الكمية متاع الماء اللي حطيتها راهي نشفت برشا. نحطوها فوق بلانش وباش نحي اكل بابي كويسون والبابي الومنيوم من فوق باش هكاكا تخرج اكل لباخ اللي في وسطها كل. وهذه استوس اخرى باش هكاكا عين اسبانيورية تجيكم راوية وما تجيكمش شايحة. دونك شنعملو نحلو عليها البابي هذيك ما نخليوهاش ملفوفة فيها نحيوه كومبليتمون. ما وهي كي طابت خرجت اكل الماء هذاك يعني اللحم خرج الجو نتاعو كما قاعدين تلاحظوا. هذاك باش نسقيو بيه عين اسبانيوريه نتاعنا وهذاك باش يزيدها بنه ولذه ويخليها من بعد كي نقصوها تبدا اللحمه راويه ما تتفتفتش. يعني كي تجيب تقصوها ما تبداش مفترشه. دونك ناخذو هكا بالمغرفه ونسقيو البودام نتاعنا من الجناب الكل. من بعد ما نسقيوها ونخليوها تبرد تماما لازمها تكون باردة. راهو ذي كنت تقصوها سخونة راهي تجيكم مفترشة. وماذا بينا تكون السكينة ماضية مليح مليح. وكي نقصوا نحاول ما ندوش مشيو فيها ونجيبوا ياسر دوب ما هكا مشيوها نجيبوا من الأول ونقصوها. وشوفوا ما شاء الله تجيكم تعمل الكيف بالحق بنينة برشا فاوحة وريحتها ما شاء الله. ماذا بيكم كي تقصوا عين اسبانيوريه قصوها بسكينه تكون حافيه يعني سامحوني يعني سكينه تكون ما فيهاش المنشار هذيك راهو يفتفت اللحم. من بعد ما نقصوها ماذا بينا ما نقصوهاش خشينه ياسر كيف قصوها تكون جويده هكاك تكون افخم واحلى منظرها. كما قاعدين تراو انا هكا نحاول كل مره نقرب لكم. نكمل نقصها الكل العين اسبانيوريه نتاعي وراهو تبارك الله تطيح كميه وفيره. ومن بعد نوريكم الريزلتا فينال. وهذه كعبة عن قرب شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش تجي مرتوبة نضيفة فيها هكا اكل بنة متاع الهريسة العربي وكل معدنوس حاسيل واللفاحات نوتكم ولا شهيكم. هذا بالنسبة للروز. من بعد مرتاح شوفوا كيفاش يكون كعبة وفيها كل بنة باللحم تاع العين اسبانيورية حاسيله كله افاحات بنين برشا.
انا هكا قدمته في صحن تقديم. بالطبيعه انتم تنجموا تقدموا بالطريقه اللي تحبوها انتم. ما تنسيوش تعملوا عليه الفاكهه. انا عملت عليه لوز شرائح اما هكا حمرته. تنجموا تحطوا فستق يعطي هكا كونتراست ياسر مزيانه ومنظر ياسر حلو. زيدا كيف كيف النوا اللوز ليكم الاختيار. دونك هذه هي كانت وصفتنا اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وان شاء الله تكون سورتو نيلت رضاكم. وانا ما قعد لي كيمش نقول لكم ان شاء الله نتقابلوا تري بيانتو في وصفه قادمه. بسلامه.